في غابة لا تعرف الظلام، كانت تنتظر نداء مجهولا. لم تكن إلارا مجرد أميرة، بل سرا قديما يوشك أن ينكشف. وحين زحف الضباب الأسود ليبتلع العالم، لم يكن أمامها سوى الهرب نحو قدرها. لمسة واحدة لأستريل كانت كافية لإيقاظ الشمس النائمة في قلبها. اليوم هي لا تركض خوفا، بل تركض ليتبعها النور. إلارا، حامية العهد الأخير. هنتعلم النهارده ازاي نعمل افلام انيميشن. ما تنساش اللايك والاشتراك عشان نوصل لاكبر عدد. اول خطوه عندنا هنروح نفتح جوجل اي ستوديو. هنستخدمه النهارده في انشاء الصوت وعمل السكريبت بتاعنا من خلال جيميناي. يبقى هنستخدمه في انشاء الصوت وانشاء السكريبت، وهوريكم ازاي. هنضغط هنا وهنستخدم النهارده جيميناي 3 في انشاء القصه بتاعتنا، وهندوس عليه بالشكل ده. وانا هنا محضره سكريبت القصه بتاعتي، فهكتبه له تحت بكل سهوله. لو انت مش عندك سكريبت ممكن تكتب له اللي هو يكتب لك قصة، يعني يقول له مثلا عايزة قصة عن الأميرة والوحش، عايز قصة عن كذا، وهو هيكتبها لك. زي ما انتوا شايفين كده أنا محضره له القصة وكاتبه له كل حاجة. زي ما انتوا شايفين كده قلت له عايزة برومت باللغة الإنجليزية لتوليد مشاهد مع ذكر تفاصيل الأميرة في كل برومت. وهو بقى هيبدأ هنا يكتب لي البرومتات بتاعتي اللي أنا من خلالها هحول البرومتات دي أو المشاهد دي إلى فيديوهات متحركة. زي ما انتوا شايفين كده هو بدأ يكتب لي المشاهد بتاعتي بكل احترافية. مش شرط انك تكتب له البرومت، انت ممكن تكتب له بس فكرة او جملة بسيطة وهو يكتب لك هو القصة. وبعد ما يكتب لك القصة اطلب منه ان هو يكتب لك المشاهد على خلال برومتات. زي ما انتوا شايفين كده هو خلص لي كتابة المشاهد بشكل احترافي، كتب لي 5 مشاهد. طبعا انا لو عايزة اكتر ممكن ازود. نروح بقى ناخد اول برومت كوبي عشان نحوله لمشهد فيديو متحرك، وهنروح نفتح موقع جروك. وهنا بيديك انك تعمل فيديوهات وصور بلا حدود، وكنا شارحينه ومتكلمين عنه قبل كده. هتضغط على ايمج هيفتح معاك الواجهه دي. هتنزل تحت هنا وتختار فيديو او صوره، وبتختار المقاس بتاعك بكل سهوله، وبعدين بتكتب له اول برومت. وزي ما انتوا شايفين كده طلع معانا اول مشهد بكل سهوله اهو، وطالع بنتيجه احترافيه. تعالوا نشوفه مع بعض، وكمان بيطلع بصوت، بس احنا مش محتاجين الصوت ده في حاجه. تمام، انتوا ممكن تقدروا تجربوه وتختاروا المقاس اللي انتوا عايزينه. بصوا الاحترافيه زي ما انا طلبت بالظبط. لو نزلت تحت كمان هتلاقي صور تانية تقدر انك تختار منها. وانا الصراحة الصور دي بتبهرني، يعني كل ما بنزل كل ما هتلاقي صور تبهرك اكتر. وبما انك هتعمل فيلم انيميشن او عايز تعمل مثلا فيلم عن الاميرات زي سندريلا او اي اميرة انت بتحبها، او اي فيلم كرتون او حتى واقعي تقدر تعمله بكل سهولة. وبتضغط عليه كده وهيبدأ ان هو يعمل معاك يحول اي صورة لفيديو. بتضغط على علامة الفيديو اللي تحت دي وهتلاقيه حولها لك فيديو خلال ثواني. زي ما انتوا شايفين كده كل ما بنزل كل ما الاقي صور اكتر. تختار بقى اللي عجباك وبتقدر تحولها. تمام، ده غير اللي احنا عاملينها فوق. زي ما انتوا شايفين كده بص عمل الفيديو بشكل احترافي قوي ازاي، بجد جميل جدا وعجباني قوي. بصوا التفاصيل، يا لهوي تحفة قوي، وكل ده بشكل مجاني وهتقدر تعمل بلا حدود. يعني انتوا متخيلين؟ بجد موقع جامد جدا وموقع خطير. جربوه وبجد هتستفيدوا منه كتير قوي. زي ما انتوا شايفين كده انا دوست تحت وحملته. تعالوا بقى نرجع للقصة بتاعتنا عشان نكملها واوريكم ازاي نكمل الشخصيات. وانا هنا بدأت ادوس على السهم عشان تنزل معايا، وهي نزلت معايا. هبدأ بقى امسح البرومت ده واروح برضو على جيميناي وهبدأ اجيب له البرومت التاني وهعمله هنا تحت بيست. وانا هنا طلبت منه في البرومت ان هو يذكر لي تفاصيل الاميرة بحيث ان انا ابقى مثبتة الشخصية في كل المشاهد. كتبت له البرومت التاني وهضغط على السهم، وخلال ثواني هتلاقيه عمل معاك الفيديو من غير اي مشكلة وبشكل مجاني بالكامل. زي ما انتوا شايفين عمل المشهد التاني اهو. تعالوا كده نتفرج عليه ونشوفه مع بعض طالع ازاي. بصوا الاحترافية جميل جدا، يعني فيلم ديزني. يعني انت بجد تقدر تصنع افلام بشكل احترافي جدا زي ما انتوا شايفين كده. وكل ما هتنزلوا تحت زي ما قلت لكم هتلاقوا اشكال تانية. يعني انا في اميرة هنا عجباني عايزة اعملها قوي، وهعملها اوريكم ازاي هقدر اكملها بنفس النمط بتاعي. هضغط هنا وهبدأ بقى امسح البرومت القديم وهكتب البرومت التاني الخاص بالمشهد التالت من على جيميناي. تمام، وممكن تستعمل حاجة غير جيميناي، ممكن تستعمل شات جي بي تي عادي، بس انا حبيت اجدد لكم. وهبدأ هنا بقى اعمل له بيست للبرومت الجديد زي ما انتوا شايفين كده. هقوم دايسة على السهم كده وهو هيبدأ يجهز لي المشهد التاني بكل سهولة. الموقع سهل خالص وبسيط. بتضغط على السهم هنا اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الاحترافية
بجد خطير، وكل حاجة زي ما أنا طالباها وكل التفاصيل اللي أنا عاملاها بالضبط، طالعة لي بشكل احترافي. يعني أنت كل ما تحط له تفاصيل وتكتب له الscript بجد هيطلّع لك كل الأفكار اللي في دماغك. بُص دي كل الفيديوهات اللي عملتها، ولسه بقى هاكمّل بقية مشاهد القصة. طب أنا مثلًا عايزة أغيّر الأميرة وعجبتني أميرة تانية من اللي تحت، هاعمل إيه؟ ممكن بقى هاورّيكم إزاي تقدر تغيّر الأميرة وتغيّر المشاهد اللي أنتم عايزينها. هانزل كده وهاختار الأميرة مثلًا اللي عاجباني شكلها، أنا عاجباني الأميرة دي أوي، فهاضغط بقى إيه، هاضغط على علامة الفيديو اللي تحت. بُصّوا هاضغط كده بالشكل ده، وهو أهو هيبدأ يحمّل معايا زي ما أنتم شايفين كده بشكل احترافي أوي، بدأت تحمّل معايا، ده من الprompt الأول اللي أنا عاملاه. تمام، يعني أنا هابدأ بقى هنا هاكتب له الprompt التاني عشان يطلّع لي المشهد التاني، الأول هانزّله من السهم ده، وبعدين كتبت له الprompt الخاص بالمشهد التاني، وهاقوم دايسة إرسال. هو هنا هو بدأ جهّز لي المشهد التاني زي ما أنتم شايفين، اللي هو دخول الحصان. بُصّوا شايفين الاحترافية والجمال؟ أنا شايفة إن الأميرة دي الصراحة كانت أحسن من الأولى، يعني عاجباني أوي وستايلها عاجبني أوي، معمولة بشكل احترافي أوي. تعالوا نعمل الprompt التالت برضه ونشوف هيعمله لنا إزاي. هابدأ أنزّله كده بكل سهولة، وهاروح برضه على Gemini وهاجيب له الprompt التاني، وهابدأ بقى أعمل كل مشاهد القصة بتاعتي على النظام ده. هابدأ أمسح وأكتب الprompt التالت، وهاخلّص القصة بتاعتي كلّها بنفس الأسلوب ده، وبنفس تثبيت الشخصية بكل سهولة، وبشكل مجاني زي ما أنتم شايفين كده، وبجد حاجة احترافية جدًا. رجعت على Gemini بقى تاني وقُلت له عايزة voice over مختصر علشان أعمل القصة بتاعتي، أعمل لها voice over بالذكاء الاصطناعي، وهو هنا كتب لي أهو الvoice over اللي هاعمله بتاع القصة، فأنا هاخده copy بالشكل ده، ومن خلال برضه Google AI Studio هاعمل الصوت. هنرجع الأول على الصفحة الرئيسية زي ما أنتم شايفين كده، وهنيجي هنا على text وهنقوم دايسين عليها بالشكل ده، هيفتح معانا أول خانة لو إحنا هنعمل أكتر من حوار، بس إحنا هنختار speaker single لإننا هنعمل حد واحد بس اللي بيتكلم. فهنعمل هنا paste للي إحنا لسه واخدينه منه للنص، وبعدين بقى هنيجي هنا نختار الصوت اللي عايزينه يروي القصة سواء راجل أو ست، وتقدر تسمع الأصوات. أنا هاختار الصوت ده زي ما أنتم شايفين، أنت بقى تقدر تختار أي صوت أنت حابه. تمام، وبعدين هتضغط هنا تحت وزي ما أنتم شايفين عمل لنا الصوت أهو. بجد الصوت طالع بشكل احترافي في جدًا غابة زي ما لا أنتم تعرف سامعين كده. الظلام كانت تنتظر نداء مجهولا. لم تكن إلارا مجرد أميرة، بل سرا قديما يوشك أن ينكشف. وحين زحف الضباب الأسود ليبتلع العالم، لم يكن أمامها طالع سوى بشكل احترافي وبدون أي أخطاء، وبجد جودة الصوت كأنه حقيقي جدًا مش ذكاء اصطناعي. فبجد بكل سهولة في 10 دقايق بس أنا قدرت أصنع فيديو كامل. هتروح بقى تفتح أي برنامج مونتاج عندك، وأنا هنا باستخدم CapCut، وهتيجي من هنا تحمّل له الفيديوهات والمقاطع بتاعتك كلّها اللي أنت عملتها عشان تجمّعهم كلّهم في مشهد واحد، وتقدر تجمّع أكتر من كده، تقدر توصل ل60 ثانية أو دقيقة أو أكتر، زي ما أنت حابب المدة اللي أنت عايزها. كده معاك الموقع بلا حدود ومجاني، كل حاجة إحنا استخدمناها النهارده مجانية. زي ما أنتم شايفين كده سحبت أول فيديو أهو على الtimeline. تمام، وهابدأ بقى أعمل المشاهد بتاعتي كلّها وأرتّبها كده زي الأحداث اللي أنا عايزاها بالضبط، وهابدأ أسحب بقى المشهد التاني جنبها بالشكل ده، زي ما أنتم شايفين كده. أهم حاجة تكون حافظ المشاهد، يعني المشهد ده هيكون فين وده هيكون فين عشان ما تتلخبطش. وهابدأ برضه أسحب المشهد التالت كده بالشكل ده، زي ما أنتم شايفين بكل سهولة خالص. إحنا كده يعتبر بنعمل مونتاج، بس مونتاج خفيف شوية. زي ما أنتم شايفين كده أهو، بنسحب برضه ده جنبه، وبعدين بنسحب الرابع، وكده أنا خلّصت المشهد بتاعي. تقدر بقى أنت تزوّد تعمل فيلم كامل، يعني أنت لو عايزه أطول من كده تقدر بقى تكمّل على نفس النظام ده. زي ما أنتم شايفين بطريقة احترافية كده أنا قدرت أجمّع المشاهد بتاعتي كلّها في فيديو واحد، بدل ما هي كانت مقسّمة لمشاهد وما خدتش منّي وقت خالص. خلال أقل من 10 دقايق كمان أنا قدرت أعمل فيلم كامل، زي ما أنتم شايفين كده. وهاقوم ساحبة الصوت تحتيه، وبعدين بقى أقدر أتحكم في الصوت من هنا، أعلّيه أوطّيه على حسب اللي أنا عايزاه. وتقدر هنا بقى لو دوست هنا تعمل نص، لو أنت عايز تعمل نص على الفيديو سواء باللغة الإنجليزية أو العربية هيبدأ يظهر لك هنا، وتبدأ تختار نوع النصوص اللي أنت عايزه. تقدر تحط مزيكا، تقدر تحط effect، تقدر تحط sound effect، تقدر تحط يعني أي حاجة أنت عايزها زي ما أنتم شايفين كده. تقدر تعمل حركات. تمام، وبكل سهولة هيطلع معاك الفيديو. دي أهي الميوزك، تقدر تحط ميوزك، مؤثرات صوتية، أي حاجة أنت عايزها تقدر تحطها بكل سهولة. لو عجبك الفيديو
الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتشارك الفيديو مع اصحابك عشان اشارك معاك مواقع مجانية اكتر.